هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. مكملين لسه بقى، ودي يعتبر اخر وصفة خلاص لوصفات العيد ونواعم العيد بالكحك والبسكوت والبيتي فور. النهاردة بنعمل الغريبة، بنعملها بوصفات سهلة وناجحة كمان. الغريبة مش بتطلع مع ناس كتير، ودايما تطلع مثلا ناشفة او دايبة خالص، او مثلا بتمسك كده في الايد. لا، احنا هنطلعها مظبوطة ومقاديرها مظبوطة جدا. كمان شكلها يعني مستوي، والتسوية بتاعتها ممتازة حقيقي، وشكلها متساوي، مش هتفرش مننا قوي في الفرن. لا، المقادير مظبوطة. بصوا شكلها، يعني دخلناها الفرن، خرجت بنفس الشكل ونفس الحجم. يلا نشوف الطريقة. معايا نص كيلو من الدقيق، ومعايا رشة ملح، ومعايا 150 جرام من السكر البودر، ومعايا السمنة بقى. دي سمنة. المهم في الوصفة دي استخدموا سمنة مش زبدة خالص، ما ينفعش زبدة في الغريبة. انا معايا 300 جرام، من 300 ل 320 جرام على حسب الدقيق بتاعكم. دي سمنة بيضة. يفضل ان هي تكون السمنة بيضة، يعني سمنة ممكن روابي، او ممكن الزبدة البلدي مسيحينها واخدين السمنة منها. المهم تكون سمنة يا جماعة، مش زبدة، عشان الزبدة بتنشف معانا الغريبة، لكن احنا عاوزينها دايبة كده. نزلتها بقى ونزلت عليها السكر، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. اهم حاجة الخطوة دي، يعني لازم نضرب السكر مع الزبدة كويس جدا. يعني هو اصلا الخليط ابيض عشان احنا مستخدمين سمنة بيضة، بس لما نقعد نخلط فيها الخليط هيبقى ابيض اكتر، وهيبقى زي الكريمة كده معانا. بصوا الخليط بقى عامل ازاي، اكن ده مش سمنة وسكر خالص. ده بقى سر نجاحها. هنبدأ بقى نضيف دي كده بالتدريج ونقلب. بنضيفه بالتدريج ليه؟ عشان مثلا لو ما ضفناش الدقيق كله وجت كده عند مثلا اخر كوبايه من الدقيق او اخر كام معلقه، ما احتاجتش، خلاص يبقى خلاص الدقيق بتاعنا كده مظبوط، او اخد السمنه بتاعته. لكن ممكن لو ضفنا الدقيق كله تبقى ناشفه معانا، نضطر بقى نحط سمنه تاني. لكن احنا بنحط يعني شويه شويه كده. احط بقى شويه كده واقلب، يدوب بس كده اللي هو نخلط الدقيق مع السكر والزبده. انا ضفت كميه الدقيق بتاعتي كلها، يعني ما سبتش منها حاجه، ضفتها كلها. وهقلب بقى يعني انا مش بعجن، انا بس يا دوب بقلب كده. بدخل السمنه مع السكر والسمن، اللي بدخل الدقيق مع السكر والسمنه. بقلبها بقى كده. لو حسيت ان هي طريه مني خالص، نرش رشه دقيق بسيطه بس. يعني طريه، انا معايا كانت طريه شويه بس عادي، بدات في التشكيل عادي. المهم اهم حاجه ان هي ما تكونش بتشقق. لما نعمل كده ما تكونش بتشقق يا جماعه. بصوا العجينه متساويه. طب لو شققت نعمل ايه؟ هي بتكون كده ناقصه سمنه، نبدا نضيف لها معلقه سمنه كمان. المهم اختبار العجينه ده. وبعدين بقى هنبدا في تشكيلها. انا عملتها ما بين 9 ل10 جرام، ده الحجم بتاعها كده مظبوط جدا، يعني مش اقل من كده ولا اكبر من كده، عشان ما تبقاش كبيره معانا او صغيره. ببدأ كده اعملها بين ايدي كده عشان ما تبقاش مشققه معايا، وبشكلها كده دايره. بس بسرعه، يعني يبقى الشغل فيها بسرعه عشان العجينه ما تسخنش في ايدنا كده. لا، احنا عاوزينها تبقى يعني ما تسحش قوي مننا. ايوه، بعملها كده عشان ما تبقاش مشققه. بصوا انا بوريكم كده ان هي كانت معايا طريه شويه، بس يعني المهم ما تكونش ناشفه. لما تكون طريه شويه بس مش طريه قوي، يعني مش عارفين نمسكها. لا، انا كنت عارفه امسكها عادي. طلعت معايا دايبه وتحفه. انا اخدت معايا السمنه، اخدت معايا 320 جرام او 330. انتوا ابداوا ب 300 جرام الاول. بشكلها كده وبحطها في الصينيه بتاعتي. وبعد ما بقى بشكل الكميه كلها كده، ببدأ بقى اجيب اي يعني اي تزيين عندي. ممكن بندق، ممكن لوز،
ممكن اللولي الصغير ده. انا بصراحة بحب الغريبة بحط فيها اللولي ده، بيكون شكلها سيمبل وشكلها يعني بسيط خالص مفيهاش اي حاجة، بس هي بيكون مديها شكل كده جميل. وبالبندق برضو، البندق بيكون مديها شكل حلو قوي. بنقسم كده يعني البندقة الواحدة بنقسمها نصين كده عشان شكلها يبان، وبنحطها كده. ممكن ما تحطوش فيها اي حاجة، بس تعملوها من النص كده بصباعكم كده عشان يعني تاخد التجويف اللي في النص ده، ما تحطوش فيها اي حاجة عادي. حطيت بقى باللولي ده. اللولي ده هتجيبوه منين؟ من العطار عادي. تسألوا على اللولي هيديكم هو ده، عشان لو مفيش حد عارفه. والبندق واللوز. خلاص كده خلصت الكمية كلها بقى. التسوية هتكون ازاي؟ التسوية على نار 160، رف اوسط. الفرن يكون ساخن على يعني على الحرارة، على نفس الحرارة 160، لمدة مثلا 10 دقايق. وبعدين بدخلها الفرن على نار هادية جدا جدا. لو الفرن بتاعكم عالي يعني 160 ده عالي، قللوه عن 160 كمان. المهم تكون التسوية بتاعتها هادية جدا، عشان هي بتاخد لون بسرعة، وممكن تكون ما استوتش من يعني من قلبها من النص. فهي على حرارة 160 لمدة من تلت ساعة لنص ساعة. نبدأ نشوفها كده من تلت ساعة لما نشوف اللون بتاعها يعني خلاص كده. دي مش بتصفر كده، بتاخد احمرار وصفار، لا بتكون التسوية بتاعتها بيضة شوية. يعني هوريكم دلوقتي التسوية. بصوا كده، ممكن كمان تطلعوها يعني لونها افتح من كده، يعني يكون اللون بتاعها افتح من كده. وده شكلها. بصوا دي اللون بتاعها ده، اللون بتاعها مظبوط، يعني طلعوها اللون ده. انا قلت اوريكم اللون ده واللون ده، بس هي ده اللون بتاعها المظبوط، اللي هو بيكون فاتح كده شوية، مش بتبقى ذهبي ذهبي قوي، ومش بنولع لها شواية ولا اي حاجة، لا هي كده بتكون مظبوطة. بصوا شكلها حلو قوي، خارجة من الفرن متساوية، ما عملتش اشكال غريبة ولا فرشت مننا ولا اي حاجة، زي ما دخلت زي ما خرجت. بجد شكلها تحفة وطعمها مظبوط ودايبة. هستناكم تجربوها طبعا كالعادة، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.